هو ليه بعد تحرير سوريا وهروب الاسد العلم اتغير من كده لكده، وايه رموز ودلالات العلم ده؟ الموضوع يرجع لسنه 1920، ده كان علم سوريا على يد فيصل الاول، وفي حكم الانتداب الفرنسي لسوريا اتغير العلم كذا مره. وفي عام 1932 تم اختيار العلم ده نفس الوان اول علم لكن مع اختلاف الشكل ليكون ده علم النضال السوري. وبعد استقلال سوريا من حكم فرنسا اصبح هذا العلم علم الجمهوريه السوريه الاولى. وفي سنه 1958 تغير العلم لهذا الشكل بعد اعلان الوحده بين مصر وسوريا. وبعد تفكك الوحده اتغير العلم عام 1961 علم النضال السوري مره اخرى. وعام 1963 بعد وصول حزب البعث العربي اتغير العلم للشكل ده. وفي عام 1972 تم تغيير العلم بعد اتحاد مصر وليبيا وسوريا، بعد اتحاد مصر وليبيا وسوريا واستخدام هذا العلم للثلاث دول. وفي سنة 1989 على يد حافظ الأسد تغير العلم لكده، وظل هذا العلم حتى عام 2024. وبعد هروب بشار رفع النضال السوري هذا العلم مرة ثالثة. ترمز الألوان اللي فيه اللون الأخضر للفاطميين، واللون الأبيض للخلافة الأموية، واللون الأسود للعباسيين والراشدين. الثلاث نجوم الحمر بتمثل المناطق المتحدة قديما في سوريا.